ما ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وهاديًا إلى الصراط المستقيم، بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وارض اللهم عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه قال: وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: فاستخلفت عليه مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، نحن سعداء بهذا اليوم المبارك، يوم اللقاء بأهل العلم والصلاح وأهل التقوى والمحبة. نحن اليوم في تكريم عالم من علماء الأمة وشيخ جليل من علماء التفسير والحديث والفقه والنحو والصرف والبلاغة والميراث وما إلى ذلك. عشت مع شيخنا سيدي عبد الله حمزة بمدرسة في الدان شابو بهذا الإقليم المبارك، إقليم الفحص أنجرة. وحين جئت إلى هذه المدرسة سنة 75 و900 وألف من القرن السابق، وجدته يراجع مع طلبة المدرسة، وكنت ممن يلازمه ويحضر دروسه، وقضيت معه نحوا من
3 سنوات ونصف بهذه المدرسة المباركة على شيخنا ومعلمنا ومربينا الشيخ سيدي عبد المجيد زميزم رحمه الله، وأسكننا معه في جنات النعيم. وحين تفرقنا واتجه كل واحد منا إلى ما اتجه إليه من مواصلة التدريس، أبى الله عز وجل إلا أن يجمعنا في المجلس العلمي المحلي بإقليم الفحص أنجرة منذ 2009 إلى الآن، ونحن نعيش بمثابة الأخوين الشقيقين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم رفقاء في الجنة مع الذين أثنى الله عز وجل عليهم وبشرهم بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آمين. أيها الأحبة الكرام، إن هذا التكريم هو تكريم من الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى كرم القرآن حين قال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هكذا أخبر الله عز وجل بأن القرآن كريم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه قول رسول كريم حين قال سبحانه: إنه لقول رسول كريم. وأخبر الله عز وجل عن الصحف التي كتب فيها هذا القرآن الكريم بقوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذا القرآن الكريم يرفع الله عز وجل به من يؤمن به ويدرسه ويدرسه ويعمل به ويتخلق به. يرفعه الله عز وجل في الدنيا ويرفعه في الآخرة. هذا الحديث الذي انطلقنا منه يرويه الإمام مسلم عن عامر بن واثلة، وعامر بن واثلة هذا من الصحابة الكرام الصغار، ويعرف بأبي الطفيل، وهو آخر واحد من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا، آخر من مات من الصحابة وهذا الصحابي الجليل عامر بن واثلة المعروف والمشهور بأبي الطفيل. يروي هذه القصة عن نافع بن عبد الحارث، يقول إن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة. إذن نافع بن عبد الحارث هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كان عمر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين كان يجعله عاملا على أهل مكة، يجعله أميرا على أهل مكة، أهل الحرم، حرم بالله عز وجل، أهل الفضل وأهل الشرف. ففي عام من الأعوام توجه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وكان هذا الصحابي نافع بن عبد الحارث
عاملا لعمر على مكة، فاستدعاه أن يلقاه بالطريق. فسيدنا عامر بن واثلة هذا يقول إن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان. عسفان مكان في شمال مكة. لقي هذا العامل، هذا الأمير، أمير المؤمنين عمر، بعسفان. فسأله عمر رضي الله تعالى عنه: من استعملت على أهل الوادي؟ أهل الوادي هم أهل مكة، أنت أمير أهل مكة، وحين أتيت لتلتقي بأمير المؤمنين عمر فمن استعملت على أهل، من جعلت النائب عنك يكون أميرا على أهل مكة؟ هل تركت أحدا أميرا عليهم يقوم بمصالحهم أو لم تترك أحدا؟ هذا سؤال من سيدنا عمر لنافع بن عبد الحارث: من استعملت على أهل الوادي؟ فأجاب نافع بقوله: مولا من موالينا، استعملت عليهم مولا من موالينا. والمولى هو الذي كان عبدا ثم اعتق. فسيدنا نافع بن عبد الحارث هذا كان له عبد فاعتقه ثم جعله أميرا على أهل مكة، وذهب يلتقي عمر. حين سأله سيدنا عمر: من